السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كشفت تقارير إعلامية أن الفنان الكبير عثمان عريوات رفض مبلغا بقيمة 3 مليار سنتيم مقابل صورة في لافتة إشهارية. وأوضحت عدة مصادر على فيسبوك أن الفنان القدير عثمان عريوات رفض مبلغا كبيرا بقيمة 3 ملايير سنتيم مقابل التقاط صورة واحدة من إحدى الشركات الإشهارية لوضعها في لافتات إشهارية في كل الولايات. ويواصل عثمان عريوات رفض الظهور أو المشاركة في أعمال سينمائية وتلفزيونية لأسباب تبقى مجهولة، خاصة في ظل تأخر عرض فيلمه سنوات الإشهار. وينتظر الجمهور الجزائري بشغف عودة الممثل الكبير عثمان عريوات إلى الشاشة بعد غياب فاق 20 سنة. وأعلن الممثل الجزائري الشهير قبل أشهر قليلة الإفراج عن فيلمه العرش الأحمر الذي لم يرى النور منذ سنة 1999. وفي منشور له على حسابه في موقع انستغرام، قال البومباردي عن فيلمه إنه سيخرج أخيرا للجمهور، ولم يعطي أي تفاصيل أخرى. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.